توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واكفي عنا بعدنا. وأنت الصاحب في السفر خير من الأهل والولد. يا رب العالمين. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمي شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى اشارك معاكم رحلتنا الى مطروح وتجهيزاتنا. اول حاجة جهزتها كده الاكل اللي هناخده هناك. جبت كفتة كده وعملتها كباب، وعملت كمان البانيه وتبلته، وفراخ كده تبلتها بحيث انها تبقى جاهزة على الطيوب. يعني الاكل اللي تاخديه معاكي تبقي مجهزاه على الطيوب عشان ما ياخدش وقت هناك. يعني الكفتة جبتها وتبلتها وصبعتها وحطيتها بقى في الفريزر بحيث ان انا هناك اطلعها على الطيوب على طول. لازم الحاجه اللي انت واخداها وانت رايحه هناك تبقى الحاجه متجمده عشان المسافه طويله والحاجه ما تبص وكده، فلازم تعمليها وتحطيها في الفريزر تتجمد كويس قوي عشان ما تفكش في الطريق وانت مسافره. طبعا انا عملت الكفته كده، حطيتها في علبه بقى تحطيها او حطيها كده، انا حطيتها في طبق كده وحطيتها كده بينها اكياس كده بحيث انها ما تلزقش على بعضها، وبحيث اطلعها هناك بسهوله، واحطها في كيس كده وهسيبها ادخلها الفريزر كده تتجمد. يعني الحاجات دي تجهزيها قبل السفر مثلا بيومين ولا حاجه. وتبلت الفراخ كده على الشوي، والبانيه برضو كده على التحمير. يعني لما اروح هناك بقى هعمله. لو انت حابه تعمليه من دلوقتي وتجهزيه على التحمير يبقى برضو اسهل، بس انا الصراحه كنت عاملاه كده وسايباه كده. قلت ممكن اروح هناك اعمله شاورما، ممكن اعمله حاجه تانية، مش لازم الزم نفسي ان هو يبقى بانيه. هقول لكم بقى خدت ايه معايا في الشنطه، هوريكم بقى حاجات اللي انا خدتها معايا في الشنطه كلها. انا جهزت الشنطه دي اليوم اللي احنا مسافرين فيه، لان ضغطت شويه كده باليوم وليله، قررنا ان احنا هنسافروا، فالتجهيزات يعني كانت سريعه. اما الفراخ والحاجات دي اللي كنت مجهزاها قبليها، من قلت من ما نروح وكده هنعمل يعني. فقبليها بيوم رحت السوق اشتريت الحاجات اللي انا هاخدها معايا، وتاني يوم بدات اعبيها. كنت جايبه كده 4 كيلو بطاطس، قلت عشان ممكن يكون هناك السوق بعيد وكده والولاد يحبوا يحمروا بطاطس وحاجه. جبت لهم فشار كمان، خدت معايا بصل وتوم كده، قلت يمكن احتاجه اعمل اي اكله هناك بالبصل والثوم، فاخدته معايا برضو احتياطي. يعني عشان تبقى اي اكله حابه اعملها تبقى موجود ادواتها كده برضو. خدتهم معايا. هوريكم خدت ايه كمان معايا. وخدت كمان ازازه زيت، قلت ازازه زيت كده كفايه، ان لو حبيت احمر حاجه اطبخ حاجه معايا زيت برضو. والاكياس دي كده قلت عشان افرشها كده على الترابيزه هناك، بحيث ان برضو الحاجات هناك تبقى معقمه اكتر يعني. وخدت معايا اكل من كده التونه، قلت اكلات سريعه كده لو حبيت يوم ما اطبخش ولا حاجه ناكله تونه. وخدت طحينه كده عشان بحب اعمل سلطه طحينه. انا عايزه اقول لكم برضو ان في سوبر ماركت هناك، بس طبعا الاسعار بتبقى مختلفه عننا. انا خدتها عشان لو السوبر ماركت يعني مفيهوش الحاجات دي يعني، بس لقيت هناك في سوبر ماركتات يعني بيبقى فيها الحاجات دي ونفس يعني قريب بسعر هنا يعني. خدت معايا كمان مكرونه، كنت واخده بقى كده 4 كيلو مكرونه. خدت مكرونه سباكيتي ومكرونه اللي هي بتاعه البشاميل دي لام كده. وخدت رز. بصي تاخدي الاكلات على حسب اليوم اللي هتعمليه، النهارده تطبخي كذا، تاني يوم هتعملي كذا، خدي الحاجات على قد الامكان. خدت معايا برضو بهارات وفلفل وملح، اهو ده فلفل اهو. خدت بهارات وكمون وكزبره، قلت عشان لو عملت اي اكله يبقى عندي الادوات بتاعتها. وده الرز اللي انا خدته. فانتي رتبي نفسك، انا هاكل كده في اول يوم، تاني يوم كذا، رتبي 5 اكلات حسب الايام او 4 اكلات حسب هتقعدي كام يوم. وحاولي تستخدمي الاكلات السهله يعني، استسهلي عشان تبقي ما تبقيش بتضغطي نفسك. خلاص. خدت ايه كمان، يعني كنت بجيب الحاجه. جبت معايا كمان الكوبايات دي، الكوبايات دي نفعتني جدا وانا رايحه على البحر كده تبقى سهله. وخدت معايا برضو المعالق البلاستيك، كنت واخده معايا معلقه صغيره كده للسكر والشاي، وده سكر. وخدت شاي وقهوه ونسكافيه، بحيث ان احنا اي مشروبات احب اعملها هناك دي حاجات ضروريه تاخديها معاكي. خدي معاكي سكر وشاي عشان طبعا احنا لازم ناخد معانا سكر وشاي. وطبعا احنا بنعمل شاي برضو في الترمس واحنا رايحين، بس يبقى معانا هناك لو حبينا نعمل في اي وقت يعني المشروبات اللي انت بتحبيها، لان طبعا بنحب نشرب حاجات. النسكافيه ده والله كان عندي من زمان، كنت شارياه كده، كان عندنا سوبر ماركت بيصفي، فكنت شاريه يعني كميه عشان هو كان بيصفي يعني، فعشان ما حدش يقول لي مقاطعه وكده. خلاص حطيت كده بقى الحاجات كده في الشنطه. بقيت كل كاتبه كده في ورقه، اكتبي الحاجات اللي انت عايزاها في ورقه بحيث ان انت متنسيش حاجه. انا كنت كاتبه كل حاجه في ورقه، رتبت الحاجات الاول اللي هاخدها. وخدت معايا ليمون، قلت برضو بحب الليمون احطه على السلطات كده. وهنا كان عندي كام بيضه كده في التلاجة، خدتهم معايا برضو، حطيتهم في علبه كده وحطيتهم في الايس بوكس. انا كنت قلت احطهم في الشنطه، قلت خفت عليهم يتكسروا، فلو هتاخدي بيض حطيه في الايس بوكس عشان ما يتكسرش.
وهنا خدت معايا الفيجيتار ده عشان لما اجي احمر البانيه ولا حاجه. انا كنت محتاره يعني لما اروح هناك اعمله بانيه ولا اعمله شاورما، بس انا خدته كده قلت ايه يعني اهو احتياطي يبقى معايا. بس ظبطي الاكل في مخك بحيث لما تروحي هناك تبقي مرتاحه عارفه اعمل كذا اول يوم تاني يوم كذا. ودي القرص اللي انا عملتها معاكم نزلتها معاكم اهو، خدتها برضو معايا كنا واخدين هناكلوها هناك خلاص. وخدت معايا صينيه كده قلت عشان لو مفيش صواني هناك يبقى معايا صينيه اعمل فيها، وزباديوله كده عشان حبيت اقلب، ومعايا نعناع كده خدته. خدت معايا حله كمان، وخدت تفاح بقى فاكهه كميه تفاح اللي انت عايزاها بقى اللي انت شايفه انها مناسبه الايام اللي هتقعديها. وخدت شطه معايا بحيث لو عملت كبده ولا حاجه يبقى برضو عندي شطه. وخدت معايا كمان خيار اهو. بقيت احط الحاجات، انا كنت كاتبه الحاجات في ورقه وبقيت ايه ارصها، لازم تكتبيها في ورقه الاول وبعد كده تدرسيها. واخدت مناديل، يعني اكتبي الحاجات حتى لو انا ما وريتكيش الورقه دلوقتي اكتبيها في ورقه كده وابداي حطي منها. وكمان بقى حطيت بقى الكفته والبانيه والحاجات من دي اللي انا عاملاها، حطيتها بقى كده متجمده بعد ما كنت سبتها يومين كده في الفريزر. بصوا حطيت ازاز الميه الساقعه، وهنا اهو طلعت ده البانيه وهنا الفراخ اهي هحطهم بقى كده. وكان عندي كمان كيس لحمه خدته معايا كده قلت ممكن ابقى اعمله مشوي هناك. وهنا دي الكفته اهي اللي انا كنت عاملاها معاكم اهي، حطيتها برضو كده بصوا شايلها متجمده كده بحيث انها تستحمل المسافه واحنا ماشيين في الطريق وما تفكش كده خلاص زي ما انتم شايفين كده عشان الحاجه برضو ما تبص. اهو بقيت احط الميه الساقعه كده بحيث انها ايه تحافظ على الحاجه. وكان عندي كيس ملوخيه برضو قلت اخدته ممكن ابقى اعمله هناك. طبعا العيش مهم اوي تاخديه معاكي لان العيش برضو هناك غالي، فاخدت معايا كيسين عيش كده بس كنت احطهم في الايس بوكس بس لقيت المساحه مش هتكفي يعني حطيت كيس والباقي حطيته عادي في الشنطه. وده العنب كنت واخده برضو عنب خفت عليه يتهرى هناك حطيته في الايس بوكس. اي حاجه تخافي انها تتكسر او تتبهدل حطيها في الايس بوكس مش هيحصل لها حاجه. والله ما شاء الله ما شاء الله حافظ الحاجه لحد ما روحت هناك يعني وتنت ساقعه وحافظ عليها يعني. اللحمه ما فكتش ولا هي ولا الفراخ ولا حاجه، حتى الميه انا استخدمتها على طول هناك لان اول ما روحت ما كانش التلاجة شغاله فكانت الحاجه الحمد لله ايه متجمده يعني ما كنتش قلقانه يعني. وجبت البيض قلت كمان احطه في الايس بوكس كده عشان ما يتكسرش في النقل والحمل وكده. بصوا لو عندك بيض حبه تاخديه حطيه برده في الايس بوكس كده، حطيه جوه علبه وحطيه في الايس بوكس راح سليم ما اتكسرش ولا اي حاجه. بصوا انا هشيل العيش كده احط كيس واحد والباقي حطيته في الشنطه التانية او لقيتها بتقفل كده عادي. اهو بصوا العيش ده بقى هحطهم في الشنطه دي، والطماطم برضو حطيتها في الشنطه التانية اهي. اكتبي الحاجات دي كلها في ورقه وشوفي ايه اللي انت محتاجاه، لو انا مش قايلاه اكتبيه برضو لان انا ممكن هكون حاجات انت محتاجاها انا مش محتاجاها. دي الحاجات اللي بالنسبه لي اساسيه. بالنسبه لي انا كنت واخده عيش والعيش برضو زي لان عملت مكرونه ورز وكده العيش ما كانش اساسي أوي بس انا قلت برضو كان احتياطي. وكان عندي كبده خدتها معايا برضو عملت لهم مره كبده هناك اهو بس جت صبحه يعني فدي ما كانتش مجمده حطيتها بقى في كده. وخدت كمان معايا سمنه، خدت معايا سمنه قلت برضو ايه حبيت اعمل الكبده اعمل لهم بيض يبقى بالسمنه برضو خدت معايا سمنه كده. هنا الشنط بقى بعد ما حضرتها كل واحد حضر لي الهدوم اللي هو عايزها يعني كل واحد بياخد بالغيارات على قد الايام. خدوا غيارات على قد الايام ما تلبسوش نفس الطقم كده غيروا ولونوا. وهنا دي هدوم البيت دي هدوم الخروج ودي هدوم البيت اهو والمايوهات بتاعتهم والعوامات بتاعتهم الهدوم الداخليه بقى حطيتها في كيس كده. وهنا فصلت هدوم يحيى عن هدوم مصطفى. هنا دي هدوم يحيى اهي هدوم للخروج وهدوم للبيت وهدوم الداخليه حطيتها لهم في كيس كده. وحطيت لهم نظاره السباحه والمايوهات بتاعتهم. وهنا بقى الشنطه دي حطيت فيها هدوم انا وزوجي حطيت كده بقى ملايات فيها. وكنت جايبه الشبشب ده برضه بس الصراحه كان بيزحلق كده على البحر. وفوط طبعا متنسوش الفوط والهدوم بقى طبعا البيت وهدوم الخروج اعملوا هدوم للبيت وهدوم الخروج وهدوم متنسوش الهدوم الداخليه. خدي بعدد الايام غيارات سواء خروج او بيتي بحيث ان انتي لما تبقيش مرتبطه بان الحاجه تنشف او الحاجه تبقى مغسوله. وهنا دي كانت الشنطه دي كنت يمنى حاطه فيها حاجتها بقى بس ما فتحتهاش. وهنا بقى واحنا رايحين في الاتوبيس وكده كنا قعدنا بقى وكنا حاطين الحاجه وكنا عاملين جو حلو كده للاطفال. حبيت اشارك معاكم الاجواء ديت هسيبكم بقى تسمعوا صوتهم كده هما كانوا بيغنوا كده بيقولوا عايزين يروحوا البحر. عايزه اقول لكم على الحاجات اللي انا ما ذكرتهاش بقى في الفيديو خدتها برضو. خدت كولن كده حطيت فيه الميه بحيث كمان لما تروحي البحر كده معاكي ميه. وخدت كمان ترمس شاي الترمس طبعا كنت عامله فيه شاي ما جبتوش برضو في التصوير. وخدت كمان لا اله الا الله رحمه الله العاب اللي هما بيلعبوا بيها هناك الالعاب اللي بتاعت يحيى وكده بيحط لهم العابهم في كيس بحيث كل حاجه تبقى كده في كيس.
تعرفي تطلعيها بكل سهوله، ما تبهدليش الدنيا يعني وتحتاري بين فين وفين. لا، كنت مقسمه كل حاجه في اكياس كده، وكنت مقسمه الاكل في شنطه، الهدوم في شنطه، بحيث ان انا ابقى عارفه الحاجه، بحيث استخراجها يبقى سهل وترتيبها كمان هناك يبقى سهل. وكمان عايزه اقول لكم خدوا معاكم اكياس، بحيث ان انتوا لو حبيتوا تحطوا فيها الحذاء بتاعكم وانتوا رايحين البحر كده، الهدوم المبلوله كده. واسيبكم بقى تعيشوا معانا اجواء الاتوبيس، وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي. هقول لكم كل تفاصيل الرحله، كلفتنا كام، رحنا امتى، قعدنا كام يوم، رحنا اماكن ايه. ان شاء الله الفيديو الجاي عايزه لايكات كتير على الفيديو ده، واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم كل التفاصيل.